سلام، مرحبا بكم مع فيديو جديد. اليوم عندنا اومليت صحي رائع وخفيف التحضير. خليكم مع الفيديو، شوفوا المقادير، نخليكم في اسفل الفيديو. عندكم هنايا 3 ديال البنان، غادي نقطعوهم طروفه وغادي نعجنوهم. جيت نبارطاجي معكم هذا الفيديو خفيف وظريف. هانتوما كيف ما كتشوفوا قطعت 3 ديال البنان وغادي نعجنوهم. من بعد غادي نشدو 2 ديال البيضات، غادي نحركوهم وغادي نكبوهم على نشدو البنان ديالنا اللي قطعناه، غادي نحركوهم مزيان كما كتشوفوا هنايا. وغادي نشدو واحد 2 معالق كبارين ديال الشوفان، نزيدوهم على الخليط ونحركو مزيان. من بعد غادي نشدو مقله، نعملو غير شويه ديال الزيت، نضربو بالزيت شويه على الطريقه هذه. وغادي نشدو بنان مقطع طروفه بحال هكا باش يجمع لنا الخليط ديالنا. صراحه الطريقه رائعه، شفتها معكم شفتها وقلت ارا نبارطاجيها معكم، يعني ما كديش الوقت وصحيه مع الشهر الفاضل، يعني مع الفطور كتجي رائعه. نتوما كتشوفوا هنايا غير تحمر، غير تشد شويه راسها، غادي نقلبوها كيف ما كتشوفوا معنا في الفيديو. غادي نقلبوها باش ما تتحرقش وما نشالوش، يعني نقصوا شويه البوطه، ما نخليوش البوطه يعني طالع لا فيها مرتفعه. هانتوما كيف كتشوفوا الاومليت ديالنا كيفاش رائع. نتمنوا تجربوا بهذه الطريقه هذه. اذا عجبكم الفيديو ما تنساوناش بلايك مشاركه. هانتوما اللي عندكم كونفيتور يجيو الكونفيتور رائع، عليكم غير تجربوا هذه الوصفه بالصحه والراحه. غادي نخليكم مع الفيديو، غادي نخليكم تحت، يعني المقادير ما كاينش شي مقادير، ولكن غادي نخليكم الوصفه بالصحه والراحه. عواشكم مبروكه.